اتحاد الكرة اللي خبى خطاب تنظيم نهائي افريقيا علشان يخسر الاهلي. اتحاد الكرة اللي بيعين حكام زملكاويه برخصة ساحة وفار علشان يخسروا الاهلي نقط وضيعوا عليه 2 دوري. اتحاد الكرة اللي بيجامل الزمالك وبيراميدز على حساب الاهلي وبيساند اللي يقدر فيهم ينافس الاهلي. اتحاد الكرة اللي مش بيرضى يسجل للاهلي لعيبته الا لما يدفع الرسوم بالكامل، في حين ان الزمالك عليه اكتر من 60 مليون وبيسجل عادي، وبيراميدز عليه فلوس للنجوم وبياخد الرخصة عادي. اتحاد الكرة اللي عمره ما هنى الأهلي بفوزه في أي بطولة أفريقية أو ميدالية في كأس العالم، لكن جمال علام بيكون أول واحد بيتصور على منصة التتويج جنب الأهلي. اتحاد الكرة اللي بيخبي عقوبات الأندية اللي بتسيء للأهلي، واللعيب اللي سب جمهوره بأسوأ الألفاظ لسه بيلعب لغاية دلوقتي. اتحاد الكرة ده الأهلي حفر اسمه على كأس العالم للأندية اللي تم الإعلان عنها في حفل أسطوري في ميامي بأمريكا، العالم كله اتفرج عليه. استخبوا، لو بتتكسفوا على دمكم استخبوا. الأهلي اللي أفريقيا والعرب والعالم كله بيتكلم عنه وبيقدره، بيقدر تاريخه وإنجازاته وبطولاته، في بلده إعلامه بيشكك فيه وبيقلل منه طول الوقت، ومع ذلك هو اللي رفع راس بلده ومشرفها أفريقيا وعربيا وعالميا. من غير الأهلي كان زماننا أضحوكة أفريقيا والعرب. الأهلي اللي عمل لنا سعر وهيبة وسط الناس. الأهلي لما اتسحبت كورته في قرعة كأس العالم للأندية، الفيفا عرفته بأنه نادي القرن الأفريقي، والحائز على دوري أبطال أفريقيا 12 مرة، وصاحب 27 لقب قاري، والفائز ببطولة القارات الثلاثة الانتركونتيننتال. الأهلي مش بيطلق على نفسه ألقاب هلامية من وحي خياله المريض. الأهلي التقدير بيجيله من الفيفا رئيس كرة القدم في العالم. الأهلي بيشتغل ويسيب العالم كله يقدر شغله وتعبه. محدش في أفريقيا والشرق الأوسط يستحق لقب منافس لكبير القوم. فوقوا واصحوا من أوهامكم. ده الأهلي يا شوية مدلسين. مسكين اللي مش بيشجع الأهلي، وعمر الشريف قالها من 50 سنة. ما تشجعش الأهلي ليه؟ حاجة كده نظيفة ومحترمة، ناس ما عندهاش دم.